بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قصة قصيدة لقيت بالعتبان 5 عذاريب. ومناسبة هذه القصيدة، كان الجندي ثامر بن فلاح الشمري في دورة عسكرية، والمسؤول عن الدورة هذه هو المقدم تريحيب العتيبي. الجندي ثامر تعرض لإطلاق نار غير مقصود، وجلس فترة طويلة في المستشفى، وأخوياه تخرجوا أو قرب وقت تخرجهم في الدورة. وعاد الجندي ثامر بعد أن من الله عليه بالشفاء، ومكنه المقدم تريحيب العتيبي من التخرج مع زملائه. فأرسل والد الجندي ثامر اللي هو فلاح بن شامان الشمري هذه القصيدة، يقول فيها: سلام مني للمقدم تريحيب، إعداد ما خط القلم بيد كتاب، وإعداد ما غنوا هل الفطر الشيب، برض خليه ما بها غير الأعشاب، وإعداد ما ذعذع نسيم الهباهيب، وإعداد ما سجيت رجلي للأقراب، ما هي غريبة منك يا كاسب الطيب، حلياك من نجم تبين ولا غاب، شريف ما يدخل على أساسك العيب، من يفعل الحسنى بالأجواد ما خاب، لقيت بالعتبان 5 عذاريب، الطيب والنخوة وتقدير الأجناب، دون الخوياطون حر اللواهيب، وانحدت الدنيا يفكون الأنشاب. فرد عليه تريحيب العتيبي قائلا: حي الكتاب اللي من الشمر يجيب، أقولها بالصدق ماني بكذاب، يا مرحبا عد نجوم المراقيب، ترحيب مشتاق اللي شاف الأحباب، بكتاب ابن شامان رجل المواجيب، فيها الجواهر بين صايغ وحساب، بنيت له بقصى ضميري دواليب، هذا الرصيد اللي كنزته ورا الباب، من شان ثامر يرخصن المطاليب، خوينا الطيب له الحق غصاب، خوينا ننصاب مثله الياصيب، نمرض معه ونطيب مثله الياطاب، يا عل ما يفتق على مثله الجيب، والله يجيره من صواديف الأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا هذه القصيدة حديثة وليست من القصائد القديمة، وأي واحد عنده قصة وقصيدة حديثة له ولا لغيره يريدنا أن ننشرها بالصوت، فيرسل لنا على الإيميل اللي ظاهر إن شاء الله في الفيديو. ووفق الله الجميع لكل خير.